كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن، وكان يوصينا ساعة وساعة أن نروح عن أنفسنا، لأن القلوب إذا كلت ملت، وحتى لا يعترينا الملل من كثرة أحاديث الجد لابد من أن نروح عن قلوبنا لا سيما بالصوت الحسن وبكلام حسن، كلام جد يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما أجمل القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدح الذات العالية سبحانه وتعالى. أرحب بضيف الكريم في هذه الفقرة المنشد شيخ ياسر الشامي. أهلا بحضرتك معنا شيخ ياسر. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذنا الفاضل. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب الصحة والسلامة. شيخ ياسر، أنت كمنشد ديني يعني بدأت الإنشاد من إمتى بالضبط كده؟ أولا يعني الحمد لله رب العالمين، أنا الإنشاد الديني من منذ الصغر، كنت في الصف الخامس الابتدائي أو السادس الابتدائي. تعليمك أزهري؟ أنا كنت في البداية في التعليم العام. لحد الصف الخامس الابتدائي كنت في التعليم العام، ولكن في الصف السادس الابتدائي التحقت بالأزهر الشريف الحمد لله رب العالمين، وده كرم من ربنا سبحانه وتعالى. فكان عندي والدي أعزه الله يعني كان دائما وأبدا يلقني القصائد في كتاب يسمى بكتاب جامع القصائد للسادة الصوفية. كنت دائما وابدا الحمد لله رب العالمين يعني اعشق الانشاد الديني منذ الصغر. طب طريقة الانشاد اللي بتنتهجها ايه يعني؟ في اكثر من طريقة، في منشد وفي مداح وفي مبتهل، ولا بتؤدي كل الالوان دي؟ بعشق الانشاد والابتهال بدون مصاحبة آلات موسيقية؟ سواء بآلات موسيقية في الانشاد الديني يعني الحمد لله رب العالمين يعني بنشد بآلات. وبعشق برضو الابتهال ده بدون موسيقى. بدون موسيقى. طب عايزين نبدأ بقى نسمع صوتك كده، هتبدأ القصيدة عن ايه بقى؟ عايزين حاجة عن الحج كده ان شاء الله بإذن الله كده، في قصيدة كلمات الأستاذ الشاعر راضي علي الطحطاوي هنبتدي بيها كده ان شاء الله. نفسي تتوق لكعبة، نفسي تتوق لكعبة، والركب عجل بالرحيل. يا راحلين إلى النبي، يا راحلين إلى النبي، ما حيلتي زادي قليل. يا هانئين بقربة، أين السقاية، أين السقاية والدليل؟ النفس يشغلها الهوى، النفس يشغلها الهوى، والدرب ينساه الجهيل. يهفو الفؤاد لبابكم، يهفو الفؤاد لبابكم، والروح تخطو ألف ميل. أرواحنا 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 مشتاقة، والعبد في الدنيا ذليل. طوبى طوبى لمن لبى النداء، والصاع للحج
السبيل لبيك ربي قد أتى لبيك ربي قد أتى من يحمل الذنب الثقيل لبيك ربي قد نجا عبد بعفوك يا جليل. اللهم صل عليه. كلمات جميلة طبعا للشاعر علي راضي وأداء طيب وجميل منك شيخ ياسر. ربنا يبارك لنا. شيء كويس انك انت بتاخد قصائد حديثة لشعراء معاصرين وبتبتهل بها او تنشدها، لكن هذا لا يمنع انك تحفظ كثير من يعني قصائد لكبار المنشدين الحمد لله رب العالمين. يعني أنا حافظ يعني الكثير من ديوان ابن الفارض الحمد لله رب العالمين، برضو بالإضافة لكتاب جامع قصائد السادة الصوفية الحمد لله رب العالمين. يعني الواحد لا يقتصر على شيء معين في حفظ الإنشاد الديني أو الأبيات، لا أعتمد على كتاب واحد معين. طب أنت أديت القصيدة دي بنظام الابتهال، أنا عايزك تسمعني نظام الإنشاد عندك حتى لو بدون موسيقى وبدون حد يرد وراك، بس يعني إيه بتديها لحن بقى، يعني في قصيدة ممكن تأديها أنت بدون موسيقى وتديها لحن معين بقى. أكيد. مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي مديح رسول الله خير البرية نبي له المعراج والحوض واللواء ومسكنه الفردوس أشرف بقعة نبي رأته الشمس حسنا تعجبت وقالت له أنت من أي قبيلة فقال لها ربي من النور صاغني وآدم من نوري ومن أصل طينتي هنيئا لعين هنيئا لعين شاهدت أرض مكة وطافت ببيت الله سبعا ولبت ومن زمزم فتزمزمت وتنعمت وفي حجر إسماعيل صلت ركيعتي على عرفات الله يجمع شملنا ويكف عنا وزرنا والخطيئة 3 أيام أقمنا على منى ورابع يوم قد أمرنا برجعة فيا رب صلي على النبي محمد نبي شرف بقرآن وحكمة. اللهم صل وسلم وبارك. طيب الشيخ ياسر الشامي انت تأثرت بمين يعني من المنشدين؟ مين كان بتتمنى انك دايما بتحاول تقلد اداء وبتحاول تقلد الاسلوب بتاعه وكده؟
كتقليد أداء، يعني الأداء دي حاجة يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى، بالإضافة لأنا من عشاق إن أنا أسمع لعم الشيخ ياسين التهامي. برضو تأثرت بالشيخ محمد ياسين ابنه الشيخ محمد ياسين، على علاقة يعني بيه قوية الحمد لله. فبرضو تأثرت برضو يعني بكلمات الإنشاد الديني وبتأثير، يعني أحيانا أحب إن أنا يعني إيه تكون كلماتي أو قبل أن أتحدث في الإنشاد أو قبل أن ينطق لساني بكلمة من كلمات الإنشاد، أحب أن أتذوق الكلام قبل أن يخرج مني. فما دام أن ذقت الكلام بقلبك، ما كان من القلب يصل إلى القلب. طب أكيد وأنت طالب، وأنت شاب صغير كده وأنت طالب، يعني كنت مع زمايلك كده بتقلد الشيخ ياسين، بتمدح كده بطريقة أكيد أكيد. سمعنا كده مديح كده من تقليد للشيخ، يعني بأسلوب الشيخ ياسين كده. بأسلوب الشيخ ياسين. مدد يا سيدي. يا رب إلا حت الأسرار فهي رسائل، وهل لرسالات المحب جواب؟ هل لرسالات المحب جواب؟ ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام بضاه. مولاي مولاي ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام بضاه. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. متى ما يكن بيني وبينك ريبة، وكل نعيم يصد عنك عذاب. الله بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا جزيلا فضيلة المنشد الشيخ ياسر الشامي، وبارك الله فيك. وسنة وحضرتك طيب. وانت طيب، الصحة والسلامة أستاذنا. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة، وأمل أن تكونوا قد أفدتم بكل ما قدمناه لحضراتكم من فقرات. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.